في الحلقة الأخيرة من عام 2008 وجدنا أن من واجبنا مناقشة القضايا ذات العلاقة بالصحافة في هذا العام والبحث عن آفاق المستقبل في العام المقبل. وجدنا أيضا أن من أكثر الناس اللي استضفناهم قبولا لدى المشاهدين والمشاهدات وفقا للرسائل اللي توصلنا دائما عبر البريد الإلكتروني للبرنامج شخصية صحفية مخضرمة دمها خفيف عميقة جدا لها تاريخ طويل في الصحافة المصرية ومكانة كبيرة. حبينا ان احنا نعرف آرائها وتحليلاتها وتفسيراتها للقضايا والمشاكل والأزمات اللي مرت بيها الصحافة هذا العام، بس برضو ما بترضاش بتعبير الصحافة النسائية. ليه يا أستاذة بقى؟ أصل ما فيش حاجة اسمها صحافة نسائية وصحافة رجالية. ما فيش خالص. لا. هي صحافة إنك أنت كل ده يتلخص في كلمتين. إيه؟ إنك الموضوع اللي تحس إن الناس عايزة تطلع عليه الحقائق بما يرضي الله المظبوطة، طريقة السرد الظريفة بدون تدخل من اللي بيكتب. وانت بقى في الظروف فظيعة معروف. ما ربنا يخليك ويكبر بخاطرك. اقول لك ايه؟ طب قولي لي اهم ملاحظاتك على الاداء الصحفي خلال عام 2008 كانت ايه؟ لا كان منيل بالسنيلة. لا ده اداء صحفي زميلك اللي انت واكل معاه عيش وملح وزميل تاني مختلف معاك في الرأي او ما اردح له على صفحات الجرايد. كان في حاجات اكتب ده استغفر الله العظيم يا رب، عمرها ما حصلت ان واحد يكتب عن الزميل زيه امه ايه وابوه كان بيشتغل ايه وده ايه وده ايه وده ايه. لا عيب، يعني ده منتهى العيب. انا شايفه ان اللغه ما كانتش مناسبه يعني. انا اختلف في الراي انما ما قلش ادبي، ما اتكلمش في خصوصيات، ما اتكلمش ده متجوز مين وكان متجوز مين ويطلق ايه وده عمل ايه. ليه عيب كده؟ والقارئ يهمه ايه اصلا؟ يعني اسفاف بقى واصل لدرجه مش معقوله. وبعدين اللي يزعل في الموضوع انك تحس ان اللي بيهاجم ده وبيهاجم بقوه متصور انه هيعجب حد. طب قولي لي ايه اللي خلى اللغه بين الصحفيين توصل للمدى ده يعني؟ الزمن وحش. الزمن. اللغه العربيه بقت في الحضيض. اللي افتح بقى الجرايد كده قوميه وغير قوميه وخاصه وغير خاصه وده وده وده. ايه بقى؟ تلاقي 3/4 كلام بالعاميه. لحد ما بقت لغه العصر دلوقتي. اللغه العربيه دي اندثرت، يعني في طريقها انها تندثر في انت ضد الكتابه في الصحافه. انت ضد الكتابه الصحفيه باللهجه العاميه؟ لا انا مش عاميه خالص. الطريقه المبسطه الراقيه. الراقيه اللي هي تخش قلب الناس. لا انا عايزه اتفزلك قوي ومش عارف ايه واقول كلام مجعلص ومعقرب مع الناس ما تفهموش. انا اكتب زي ما انا بتكلم كده يا محمد. أيوة. يعني كل اللي قاعد معايا. وانت كلامك بقى ايه؟ جميل. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني دلوقتي التلاسن واللغه غير المناسبه في التعامل بين الصحفيين ثم استخدام اللهجه العاميه. ثالث حاجه ايه بقى؟ ثالث حاجه يعني اقول ولا ما يصحش؟ احنا اتفقنا انك هتقولي كل حاجه. طيب انت جايه تقولي. افتح الجرايد الاقي مثلا المنظر العام ان كل الاكابر اللي موجودين كاتبين في موضوع واحد. هي دي صدفه؟ كله كاتب اكابر الصحفيين يعني؟ دول ودول ودول ودول. ده كاتب وكاتب بالطريقه نفسها. الله يا جماعه خلوا فيه تخلوا القارئ يحس انك انت بتقول الحاجه اللي بترضي ضميرك، مش الحاجه اللي انت مملاه عليك. لا يعني خلي لكل واحد رايه. مفيش تنوع يعني؟ لا حاجه هي الاقي ده كاتب الافتتاحيه كذا وده كاتب كذا ده كذا. ايوه يمكن الدوله قالت لهم اكتبوا في الموضوع ده اشرحوا للناس، مش عيب. انما اروح انا كده واروح داخل كده في الكلام بنفس الطريقه. يعني حتى عشان الناس تشتري الصحف وتقراها ما تبقاش كلها نسخه واحده. ايه تاني؟
عماله ترصدي انت حاجات غريبه. ايه تاني؟ على الصحافه ولا على حاجه الصحافة. تانية؟ ولا على 2008؟ الصحافه في 2008. الصحافه يعني طبعا. للاسف، وانا مش هتكسف اقول ان توزيع الجرايد والمجلات انخفض في السنه الاخيره دي انخفاض شديد جدا. هتقول لي مثلا يا سكينه، ما هي الفضائيات بتجيب كل حاجه، منافسه التلفزيون يعني. تفتح الفضائيه تجيب لك ال 24 ساعه اللي فاتوا تم فيها اجاره ايه؟ من طقطق للسلام عليكم، محاكمه، خبر، منشط جورنال. تبقى هيشتري الجورنال ليه؟ بس برضو لازلنا بنقول ان الصحافه المقروءه لها زبونها، اللي بيحب ان هو يتمعن ويقعد مش هيسمع شويه ويطفي يقوم ينام. يعني الانخفاض في التوزيع كان نتيجه منافسه الفضائيات، وبقى في بدائل اخرى، الفضائيات والانترنت وغيره. وضيف بقى لكده الرتابه بتاعه الموضوعات المنشوره اللي حكيت لك عليها، اللي هي تفتح الثلاث جرائد اللي زي بعضهم، تفتح مش عارف ايه زي بعضيها. يعني ما بقاش فيه الجديد اللي يخليك تتشد قوي. طب خلال الاسابيع الاخيره من العام الجاري كان في ملاحظات تتعلق بتغطيه الصحف تحديدا اكثر من الفضائيات لاخبار الحوادث ووقائع الحوادث. وحصل نقيب الصحفيين استاذ مكرم محمد احمد عمل اجتماع من يومين بالظبط، واجتمع بالاساتذه رؤساء اقسام الحوادث، وقال لهم ايه اللي حصل ده؟ لان في بلاغات مقدمه الى النيابه، حول بعضها الى النقابه بالظبط للتحقيق في تجاوزات، ومحرر مطلوبين ان هم يعني انت كانت ملاحظاتك ايه على التغطيات الخاصه بالحوادث؟ لا ده حرام حرام لسبب بسيط جدا. قد انا كتبته في المصور، انما برضه يسعدني ان انا اقوله، عشان اكتشفت بعد اخر مره كنت معاك هنا ان مشاهديك بالملايين، والحمد لله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ومن شر حاسد اذا حسد. ابراهيم العقاد ابو هبه وليلى غفران وهبه ونغم ساكنين في البيت اللي انا ساكنه فيه في المهندسين، في شارع البصره في المهندسين. طول الفتره ان ليلى في عصمه ابراهيم العقاد. لما جت انفصلت عنه خدت بنتينها ومشيت، وهو لسه لازال لحد النهارده قاعد في قلب العماره. البنات متربيين قدامنا، يعني مثلا 10 15 سنه يا عيال معانا، ينزلوا الصبح يركبوا الباص. تقدمي شهاده حق يعني. حرام. يركبوا الباص بتاع المدرسه، امهم بص عليهم من الشباك، وابراهيم رغم ان نغم الكبيره مش بنت ابراهيم، بس ما حسيناش بفرق، حسينا ان ابراهيم وليلى بيعاملوا البنات معامله واحده. عندنا عيد ميلاد البنات تيجي ليلى تنزل تغني شويه وتقعد معايا، جو اسري وجو نظيف. ليلى بتاكل عيالها بايدها، واخده بالها من جوزها ومن عيالها بايدها. ما شفتيش ده بقى في تغطيه الصحافه بقى؟ لا ما شفتش الكلام اللي اتقال ده خالص. العيال دول اتربوا ان هم ياخروا بره، ولا الكلام ده كله، ما حصلش الكلام ده كله خالص. بس جت الفتره اللي ليلى خدت بناتها ومشيوا، ما كنتش اعرف اخبار كتير عنهم. انما ابراهيم بقى بقى بعد كده وسافر لندن يتعب. توهنيش بقى يا استاذه، خلينا بقى في الصحافه. اتفضل.